السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض نموذج الاسترشاد التاسع 133 134 135 من كتاب ملحق أضواء لغة عربية الصف الأول الإعدادي. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا يا بطل. السؤال الأول طبعا نص الاستماع بيكون في نهاية الكتاب يا شباب. بيقول لك هنا اختر معنى غابرة بمعنى ماضية. وصفت الكاتبة الغرب بيه، هتقول له المهارة عند استفادته من حضارتنا. صح وخطأ. تؤكد رسالة الأديب أن الحضارة العربية كانت الصلة المتينة بين الغرب الجديد وحضارات اللاتين والأغارقة، هتقول له صح. اللاتينيين والأغارقة صح. ترى رسالة الأديب أن الغرب قد استفاد بشكل كبير من الحضارة العربية، صح. نيجي بقى على الفقرة الثانية. هنا الفقرة رقم السؤال الثالث بيقول لك هنا المربي انتحال. قال لك وتمنع انتحال الافكار. الانتحال اللي هي انت تسرق فكره حد، يبقى دي سرقه. زي ما يقول لك كده انت بتنتحل شخصيه فلان، يعني بتسرق شخصيته، بتتكلم كانك انت هو. انتحال يعني سرقه. مفرد الصارمه هتقول له المتسامحه. مضادها الصارمه عكسها المتسامحه. طبعا عندي هنا بيقول لك الاخبار الصارمه، العكسها ايه؟ الاخبار المتسامحه. استخدمت اداه الربط لذلك في النص للتعليل. على صفحة 133 134 يا بطل، يلا بينا. وضع الدارسون المسلمون مفاهيم وتقاليد صارمة في مجال الرواية والنقل والأخبار الصارمة. عندك في القطعة اهي، قال لك في مجال الرواية والنقل والأخبار الايه الصارمة. طيب، ما النظام الذي كان متبعا في التأليف الإسلامي في العصور الوسيطة؟ تقول له نظام أجازة الايه النسخ. نظام أجازة النسخ. طيب، ماذا يحدث إذا لم توضع قوانين صارمة للحفاظ على الملكية الفكرية؟ تقول له يتعرض الإنتاج الفكري للإنسان للسرقة ونسب مجهود الأشخاص لأشخاص آخرين. يتعرض الإنتاج الفكري للإنسان للسرقة ونسب مجهود الأشخاص لأشخاص آخرين. طيب يا بطل، بيقول لك هنا بعد قراءة الفقرة معنى نهمه يعني نهمه يعني شغفه. مضاد المألوف عكسها الغريب. نتعلم من ذلك النص الكفاح والإرادة. في أثناء دراسة العقاد كان بيهتم بالكتابة في الإنشاء والشعر. أتم العقاد دراسة المرحلة الابتدائية. رب ضارة نافعة. تحققت تلك المقولة في حياة العقاد، صح. كيف وصل العقاد إلى مرحلة بيغبطه عليها أصحاب المراحل التعليمية العليا؟ هتقول بالجهد الذاتي والكفاح وعلم نفسه بنفسه. الجهد الذاتي والكفاح الذي علم نفسه بنفسه. ما الرسالة اللي أراد الكاتب إيصالها للقارئ؟ هتقول له الجد والاجتهاد والكفاح في طلب العلم. يبقى الكاتب هدف الفقرة دي كلها بيكلمك عن إيه؟ إن أنت تجد وتجتهد، يبقى عندك جد واجتهاد، وإن أنت تكافح في طلب العلم. طيب إحنا حلينا صفحة 134. ما تيجي يا بطل بقى كده على صفحة 135 ونشوف أسئلة النص بتقول إيه. بيتكلم برضو عن دور العلم. بيقول لك هناك دور عظيم قام به العلم. وضح ذلك من خلال قراءتك للأبيات. هتقول له بيساعد الإنسان. العلم دوره إيه؟ بيساعد الإنسان على معرفة الحق، وبيهديه للصواب، وبينير عقله ليميز بين الخير والشر والنافع والضار. عرفتوا أهمية العلم إيه؟ العلم بيساعد الإنسان على معرفة كل حاجة حواليه، سواء بقى شر خير نفع ضرر، فالعلم مهم جدا يا شباب. طيب، اختر من التفصيلات الجزئية في الأبيات. العلم رفعة للحق. حدد من الأبيات تشبيه ثم اشرحه. نور العلم، تقول له ده بيشبه للعلم، ده تشبيه العلم بالنور وبيبين أهميته في الحياة. يبقى نور العلم ده تشبيه العلم بأنه نور وبيبين أهميته فين؟ في الحياة. السؤال السادس يا شباب، القواعد النحوية. إعراب كلمة العظيم. ويمنحهم الله الأجر العظيم. من العظيم الأجر، يبقى إذن هنا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نوع الحال الوارد بالفقرة، هتقول له هنا شبه جملة. الكلمة التي تصلح أن تكون نائب فعل، هتقول له كلمة المخلصون. ويساب المخلصون. المخلصون هو نائب فاعل. طيب اعرب. بيقولك أجب عما ياتي. يكافئ المجدين، صوب الخطأ، تقول له يكافئ المجدون وليست المجدين. ألبسني الإسلام تاج العزة. حدد صورتي المفعولين. أنت عندك الياء هنا في ألبسني، دي مفعول إيه؟ عندك الياء دي الضمير طبعا. هنا بيقولك الإسلام تاج العزة، يبقى تاج هنا مفعول به أول. خلاص، يبقى بص يا بطل، الياء ده اهي الضمير ده اهي مفعول به اول، وعندك كلمه تاج مفعول به ثاني، يبقى دي المفعولين. يبقى الياء مفعول به اول وتاج مفعول به ثاني.
يعيد المعلم السؤال على طلابه. ابني الجمله للمجهول. طب انا دلوقتي عايزه اشيل المعلم، اما يقول لك ابني الجمله للمجهول تقوم جاي شايل الفعل على طول، هتقول له يعاد السؤال على الطلاب. انا ما عرفتش دلوقتي فين مين اللي عاد السؤال، يبقى اذا هنا انا بنيت الجمله لايه؟ للمجهول، يبقى يعاد السؤال على الطلاب. كده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، حلينا مع بعض النموذج التاسع. ربنا ينجحكم جميعا يا رب بالتوفيق والنجاح يا شباب. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه، اكون متشكره جدا ليكم حبايبي. مع السلامه.